الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. كنوع من المساهمة والمشاركة في إنتاج الرأي العام، وعلى قاعدة الاختلاف والاحترام المتبادل، سأحاول في كل أسبوع أقل أو أكثر أن أسلط الضوء على مقال من مقالات الرأي التي أصادفها وأقرأها، وأحاول الاشتباك معها في تسجيل الملاحظات على الأفكار التي أوردها صاحب المقال في مقاله، وفي تقديري المستفيد من هذا الاختلاف ما بين المقال والتعليق على المقال هو المتلقي المشاهد، آه، على أمل أن أكون موفقا في هذه التجربة. وأنا عنونتها بمقال وتعليق. يجري الحديث كثيرا عن موضوع الأقليات في إطار الحديث عن سوريا الجديدة، ونظرا لكمية الشيطنة والإسفاف والنظر بدونية إلى موضوع الأقليات على أنه يعني انزلاق للوراء وانحدار نحو الحالات ما قبل وطنية، ووضع العصي في عجلات سوريا الجديدة. ومن هذا الكلام اللي لا يناقش الموضوع بجدية، لكن يحاول استحداث مناقشة الموضوع، مسألة الأقليات، مخاوف الأقليات، ضمانات الأقليات، لسد الباب أمام كل هذه المسائل والنقاشات والخوض فيها. يصار إلى استهداف الموضوع من الأصل، من الجذر، يعني وكأنه شيء جديد، وكأنه شيء مكتشف، شيء دخيل مش موجود في سوريا. ومن هالكلام يعني يعني لكي نضع الحالة السورية في عزلة عن حقائقها، حقائق التنوع الحضاري القومي الديني الإثني، نحاول يعني شيطنة الحديث عن هذه الحالة، وفي سياق إطار وضع تصور معين لسوريا المستقبل. يفترض أن تحترم هذه الحالة، لأن هذه الحالة كانت مغيبة على زمن النظام السابق. موضوع الأقليات يعني كتب فيه آه، وسيكتب فيه كثيرا. أنا من السوريين، يعني وأقولها بفخر، يعني أنه أدافع عن حقوق الأقليات في سوريا. هذا بالنسبة لي مفخرة وطنية، ومفخرة ثقافية، ومفخرة سياسية يعني. وأتمنى أن أكون محاميا دافعا عن حقوق الأقليات بوصفهم ظلموا في سوريا. وعندما أتحدث عن الأقليات أنا لا أقلل من شأنهم، يعني هذا ليس انتقاصا، هذا توصيف قانوني سياسي ثقافي وارد في الشرائع الدولية، القوانين الدولية. عندما أعتبر السريان أقلية قياسا بالكثافة السكانية والأرقام، وهذا ليس
أبدا يعني انتقاصا من السريان كشعب سوري شرق أوسطي أصيل، موجود في تركيا، موجود في العراق، مثل ما هو موجود في سوريا وفلسطين ولبنان ومصر، وحتى يعني الأردن وفي المهاجر. فتوصيفي للسريان بالأقلية مش انتقاص للسريان، توصيفي للتركمان بالأقلية أو الأرمن للأقلية أو الأكراد بالأقلية هذا ليس انتقاصا. يعني أنا أقر بأن هؤلاء، هذه التكوينات، هذه التنويعات، هذه التلوينات الاجتماعية الأهلية هي شعوب، لكن فيما يتعلق بمسألة الإحصائيات، يعني ما هو موجود في سريلانكا كشعب ربما يكون أقلية في الهند نظرا للكثافة السكانية، وأنا أقصد مثلا التاميل، أو مثلا ما هو موجود في سريلانكا كشعب ربما يكون يعني في بلدان أخرى مش الهند، يعني أقلية قومية، مثل ما أنه المسلمين الآن في الصين هم أقلية، لكن هل المسلمين في العالم أقلية؟ فما يصير خلط في هذا الموضوع، أنه موضوع عندما نقول أقلية هذا هو انتقاص. لا، يعني أصلا اسم سوريا جاي من السريانية، اسم هذا البلد جاي من اسم أقلية قومية دينية تعيش حاليا في سوريا وفي المهاجر. فهذا من نعم وفضائل هذه المكونات السورية المتنوعة، عرب، كرد، أكراد، سريان، على هذه الأرض، وأسهمت هذه الأرض، وهم أصحاب وشركاء تاريخ هذه الأرض، ويفترض أن يكونوا أصحاب وشركاء في صناعة مستقبل هذه الأرض، لأنهم غيبوا بطريقة أو بأخرى على زمن حكومات البعث المتعاقبة التي أوصلت يعني نظام الأسد، وهذا النظام سقط. لكن بسقوط نظام الأسد يفترض أن يسقط كل ذلك التغييب عن موضوع الأقليات. وعندما قامت الثورة على نظام الأسد صدر نفسه على أنه حامي للأقليات، والمعارضة السابقة كانت تفند زعم وادعاء الأسد أنه حامي للأقليات، وكلامها صحيح، كلام المعارضة وقت ذاك كان صحيح 1000%. وبالتالي ينبغي للمعارضة الموجودة في السلطة حاليا أو على أرصفة السلطة أو تطمح للسلطة أن لا ينتابها نكوص أو انتكاسة إلى الوراء، ومحاولة تبني مقولات النظام السابق فيما يتعلق يعني بالتهويل والتخويف والانتقاص والنظر إلى موضوع الأقليات بوصفه مسألة يعني خطرة ومفخخة وتستهدف وحدة المجتمع ووحدة البلاد. هذا كتوطئة فيما يتعلق بموضوع المقال الذي سأناقشه هذا اليوم، وهو للأستاذ الصديق بسام يوسف. عنوان المقال عن الأقليات والحقوق والضمانات، نشره موقع تلفزيون سوريا في 8 من هذا الشهر 2025. سأحاول قراءة مقاطع من المقال، وبعد التعليقات القصيرة والطويلة على الفقرات التي سأقرأها لكم، راجيا سعة الصدر والقليل من التركيز. يبدأ الأستاذ بسام يوسف مقاله بالقول: لم تكن قضية التعدد الطائفي أو القومي أو غير ذلك من التقسيمات مشكلة صعبة في سوريا لولا العبث فيها واستثمارها سياسيا من قبل السلطة الحاكمة، أو من قبل الساعين إلى السلطة، أو من قبل المحتل الأجنبي. هلا أولا السلطة نعم، هو يعني عطى
أنه هذه المشكلة موضوع الأقليات، قضية التعدد الطائفي أو غير ذلك من التقسيمات لم تكن مشكلة صعبة في سوريا. هي كانت مشكلة لكن لم تكن مشكلة صعبة، وهذا صحيح. يعني عندما يعني نصفها يعني نذكر أنها هي مشكلة لكنها لم تكن مشكلة صعبة في سوريا، لولا طور الصعوبة، لولا العبث واستثمارها سياسيا من قبل السلطة الحاكمة، وهذا صحيح، ومن قبل الساعين إلى السلطة، ويقصد طبعا المعارضة. أنا هكذا أفهم، يعني الموجودين في السلطة والساعين إلى السلطة هم المعارضة بمستوياتهم مستوياتها المختلفة. هم أيضا صدروا خطابا مناهضا واستثماريا لموضوع الأقليات والتنوع القومي. يعني شفنا فيما يتعلق بالمجلس الوطني السوري، بالائتلاف، الكثير من الكيانات دائما تحاول أن تطعم نفسها بوجود ممثل للسريان، ممثل للأكراد، ممثل للتركمان وكذا. وهذا يعني شيء في تقديري إيجابي، لأنه هذا هو التنوع السوري. لوين بدهم يعني يقفزوا من هذا التنوع مشان ما يكون في تغييب. يعني الائتلاف لو وصل، لو كان بدل جبهة النصرة مثلا في الآن الحكومة المؤقتة أو الحكومة الإنقاذ أو سموها ما شئتم، هي كانت حكومة الائتلاف، بكل تأكيد هذه الحكومة ما يعني يفترض بها أن لا تغيب السريان بسبب وجود المنظمة الآثورية السريانية في الائتلاف، ولا تغيب الأكراد بسبب وجود المجلس الوطني الكردي في الائتلاف. أما إذا صار تغييب وصار تهويل وصار تخويف في موضوع الأقليات، هذا معنى ذلك أنه كان الكلام كله ضحك على اللحى، يعني واستثمار وتجير وتكييف وكل القصص هي. يعني أنه يا نظام نحن المعارضة ترى نحن أحسن منك فيما يتعلق باحتضان الأقليات، لكن انتهى وقت التجيير والاستثمار السياسي. كلامه صحيح، أنا معه. يعني السلطة والجهة الساعية للسلطة هي المعارضة، عبثت بطريقة أو بأخرى بهذه المسألة، أو من قبل المحتل الأجنبي. هلا المحتل الأجنبي يعني من ال46 ما عاد له هالدور الوازن والمؤثر. يعني خلاص المحتل الأجنبي الفرنسي يعني سوى دولة وأسس وبرلمان وحياة برلمانية وحياة صحفية وجيش وكل التفاصيل اللي يعني أصبحت سوريا اللي عرفناها منجز بطريقة أو أخرى، يعني بمجهود استعماري. صحيح شارك فيه النخب الوطنية وقت ذاك في فترة الانتداب من عام 1920 لل 46، 26 سنة من الاحتلال. هذا عفوا، هذا الاحتلال ترك لنا هذا الموضوع. المهم، يعني أنا في السبب الثالث وسبب لاحق راح أحكي عنه، أنه ليش الأستاذ بسام يعني يحاول أنه يلحق الموضوع الاستعماري والمحتل الأجنبي أنه مش قضية حقيقية. والآن إذا جرى نقاش موضوع الأقليات فهو يعني لخدمة أجندة أجنبية. يستمر بالقول: وبالتالي فإن التحويل الذي نراه اليوم والمحاولات الحثيثة لتكريس تصنيف السوريين على أسس طائفية أو قومية يجب أن يقرأ بدلالة السياسة والمصالح، وليس بدلالة كونها مشكلة مجتمعية عميقة تحتاج لمعالجة خاصة لا يمكن قيام سورها بدون إيجاد الحلول لها. شو أستاذ بسام، أنت باحث وكاتب، يعني أنا وياك بنروح نراجع دوائر اللجوء في السويد أو دول الاسكندنافية أو هنا في بلجيكا، نروح على مخلن
اللي فيها كلدان وسريان، أو عفوا أغلب السريان الذين أتوا قدموا طلبات لجوء في الثمانينات والتسعينات. في الثمانينات والتسعينات أغلب، وهي معلومة أنا أفيدك إياها يعني، هي معلومة. أتوا إنه هن يعانون من اضطهاد ديني. مين عم يضطهدكم يا السريان؟ الأكراد بيضطهدونا على أساس قومي بوصف الاختلاف القومي، وعلى أساس ديني بوصفهم مسلمين، ونحن مسيحيين. طبعا أكراد سريان القامشلي، سريان الدرباسي، أصدقائي في المدرسة سريان، أصدقاء بنروح على يأتوا هنا إلى بلجيكا، إلى هولندا، وإلى دول اسكندنافية، وقدموا اللجوء على أساس الاضطهاد القومي والديني. هذا على مستوى السريان. الأكراد اللي أتوا أيضا أتوا على أساس قومي، مش على أساس ديني. الإيزيديين الأكراد أتوا على أساس قومي وديني. طبعا أنا بحكي عن الإيزيديين اللي في سوريا. المعارضة، حال النظام، الأنصار النظام الآن جايين على أوروبا ويقدموا طلبات لجوء على أساس طائفي. فمسألة الحصول على الإقامات واللجوء هنا، الكثير منهم على أساس سياسي. أنا مثلا عندما أتيت وقدمت لجوء لبلجيكا، ويعني أنا قدمت على أساس سياسي بوصفي كاتب يكتب في الصحافة اللبنانية، يكتب في صحيفة الحياة، له كتب، له حضور، له مقالات نقدية للنظام السوري، معارض للنظام السوري. أنا ما قدمت. يعني عندما سئلت يعني أنت شو تصنيفك القومي، هن اللي سألوني، وبناء على هذا السؤال يعني ما في واحد عربي اسمه هوشنغ أوسي، يعني الاسم ما بيعطي هذا الانطباع انه انا والله من ابناء الرقه او من حوران، مع احترامي للرقه ولابناء حوران يعني. فانه هذا يا اما فارسي او كردي، فقلت لهم كردي. وبالتالي قضيه مش قضيه تهويل، هذا واقع، هذا واقع موجود. انا كيف فيني انكر باي حق؟ انكر يعني انه مشان ابين نفسي انه انا وطني، والسعي الحثيث نحو الوطنية وكذا والاندماج، انكر هذه التفاصيل في البلدان الأوروبية والاندماج ضمن الدول الوطنية الأوروبية. ما في شيء يعني شرط انه انت لازم تتنكر لهويتك القومية أو الدينية. ما في هيك شيء. هي في الديمقراطيات الناجزة في أوروبا مش مشترطين أنه أنت إذا حكيت عن عروبتك أو عن إسلامك أو عن تركيتك أو عن كرديتك أو عن سريانيتك معناته أنت لم تنتمي تماما، لم تندمج في المجتمع الألماني أو الإسكندنافي أو البلجيكي أو الهولندي أو الفرنسي أو الألماني. ما في هيك شيء. فالآن أيضا الحديث الذي يصار هو منحيين. المنحى الذي يحاول احترام هذه الحقائق الحضارية والثقافية والقومية والدينية، الحقائق سورية هي، ويبين بأنها كنوز هذا البلد، والطرف الآخر يقول له لا، هذا موضوع استعماري، هذا موضوع لا وطني وما قبل وطني، وبده يبين لك أنه هو يعني يمتلك وعيا وسلوكا وطنيا متقدما عليك، وبيصير بيزايد بالوطنية في هذا هذا هو الأصل. الأصل مش قضية أنه والله تهويل مبالغ. الطرف الآخر عندما يستهدف يشيطن ويذكر لك 7566 سبب انه هذا الموضوع لازم ما ينحكى عليه، وله اسبابه وله مخاطره ومحاذيره من الكلام هذا. يستمر. نعم، كان من البديهي أن تعمق فترة حكم عائلة الأسد لأكثر من نصف قرن، والتي
اشتغلت بمنهجية ودراية على تعميق التقسيمات الاجتماعية بكل ما تستطيع، اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، وصولا إلى ارتكاب الجرائم الفظيعة من أجل استدامة السلطة لها. من حضور هذه التقسيمات، هذا هي أول مغالطة أستاذ بسام. حكم البعث من فترة 63 لل70، هي يعني مش البعث اللي عمقه، يعني كان يقال لها بحسب توصيف آه، البعثي السوري العتيق حلبي. هو في شاهد على العصر طلع وذكر الموضوع، أحمد أبو صالح، ما عاد أتذكر اسمه، يعني يمكن يصار البحث عنه في اليوتيوب. ذكر حكومة عدس، يعني علويين دروز إسماعيلية في تلك الفترة، وبعدين انقلب حافظ الأسد على الجميع وعلى العلويين، وكرس حكم العائلة، وطبعا بتطعيمات يعني سنية، كفتارو زائد البوطي زائد شيخو، هدلون عوائل دينية كردية سنية ساندوا النظام بوصفهم سنة وليسوا بوصفهم كردا، يعني بدليل أنه أو بال74 بعد 4 سنوات حافظ الأسد أصدر قرار الحزام العربي، ووزير الزراعة السابق ذكر شوية تفاصيل لمن ينكر يعني هذه التفاصيل، هذه الأمور والقرارات العنصرية. ذكر بشكل موثق قرارات حافظ الأسد ومراسيم حافظ الأسد فيما يتعلق بالحزام العربي. يعني من حمل النظام إمتى عاد إلى هذه الاسطوانة وصدر نفسه بوصفه حامي للأقليات؟ بعد 2011. بعد 2011 جرى يعني التركيز على هذه المسألة لإقناع الغرب، لأنه بيعرف أنه الغرب مهتم، الغرب الاستعماري الاحتلالي الأجنبي ما بعرف شو، مهتم بموضوع الأقليات. كمان بيقول الأستاذ بسام: للأسف لم تنتبه السلطة الجديدة إلى أهمية الصورة الأولى التي سيراها السوريون في أول احتكاك لهم معها، ولم يقدروا جيدا مدى تأثير الظهور الأول على تحديد وجهة مزاجهم العام. يعني آه، شوف أستاذ بسام، يعني ال الإسلام السياسي، وأنت باحث، إذا قارنت الآن التجربة الموجودة في سوريا، استفادوا قليلا من فشل الأخوان في مصر وفشل الأخوان في تونس، فحاليا هيك عم يتمسكنوا لبين ما يتمكنوا، وهذا واضح. أنا يعني أتفائل بمستقبل سوريا، لكن أنا مش متفائل بمستقبل سوريا يعني مصادرا من قبل الإسلام السياسي ويستولي عليه ويسطو عليه. يعني العقل السياسي، الإسلام السياسي، إذا سطى على مستقبل سوريا، اسمح لي، يعني هي كارثة. أنا لا أهول، لكن أنا أحذر من هذا الموضوع. يعني أكثر من الحديث عن موضوع الأقليات وضمانة الأقليات هو يعني تعبيد الطريق لاحتلال جديد لسوريا اسمه الإسلام السياسي، يعني بالنسخة المعروفة. يعني أصلا ضمانة مستقبل سوي وجميل وعصري ومتنوع وديمقراطي ووطني في سوريا هو موضوع الأقليات، مش حقل ألغام أو موضوع أو ملف مفخخ أبدا. هذا الذي يقلل من الحمولة والشحنة الطائفية في الطرف الذي كان مقموعا، نعم، مظلوما، نعم، مضطهدا، نعم، ضحية، نعم، لكي يعني هذا التعطش للسلطة
اللي بيخفف من هذا الحمولة هو التركيز على موضوع الأقليات، وتكريس هذا الموضوع دستوريا لصون مستقبل سوريا. هذا رأيي طبعا يعني. لكن ورغم كل ما فعلته عقود حكم عائلة الأسد لتعزيز التقسيمات الاجتماعية السورية، فإنه الأيام القليلة الأولى التي أعقبت سقوط النظام أظهرت أن السوريين يمكنهم الذهاب بسهولة إلى ما هو فوق هذه التقسيمات، وأنهم قادرون على تجاوزها. يعني أتمنى أن نتجاوز هذه التقسيمات إلى ما هو وطني أرحب، أوسع، أعمق، أكثر تصالحا. أتمنى، لكن من المبكر القول الآن أن السوريين تجاوزوا. أنا شخصيا أشاركك الأمل في السعي نحو تجاوز هذه التقسيمات إلى ما هو أرحب، إلى ما هو أعمق، إلى ما هو أوسع أكثر. لكن هذا التجاوز لن يتم إلا بالاعتراف، يعني أنت هنالك مشكلة عالقة. قضايا القوميات وقضايا الأقليات كان يعني هذه القضايا كانت مغيبة في زمن الاتحاد السوفيتي. عندما انهار الاتحاد السوفيتي طفت هذه القضايا على السطح في أوروبا الشرقية، في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، لأن هذه القضايا لم تكن مدعومة بحالة ديمقراطية، بحالة وطنية. كان هنالك شيء من القصر، شيء كثير من القصر والإجبار والإلزام والإكراه وكذا من القصص. أنت أدرى مني بهذا الموضوع، وبالتالي حالة تجاوز. لازم نعترف أنه في مشكلة، أنه في مرض، وهذا المرض الموجود سيبقى إذا يعني استمرينا في تجاهل هذا الموضوع. يعني التجاوز لا يكون بالتجاهل، بل بالاعتراف والإقرار والمعالجة القانونية والسياسية والثقافية والأخلاقية الرحبة. أنا هكذا أفهم التجاوز. تجاوز تقصي، وهذا واقع موجود. النظام استفاد منه، نعم، لكن أنت لا يمكن أن تلغي، لا يمكن أن تلغي أنه هذه التنويعات. السوريين هيك. انت كيف بدك تقنع التركماني انه ما تركماني؟ انت سوري مانك تركماني، انت سوري مانك كردي، انت سوري مانك عربي، انت سوري مانك سني، انت سوري مانك علوي، انت سوني مانك درزي. كيف بدك تقنع هؤلاء يعني وتلغي؟ انت سوري ولاك يعني حاجة تحكي لي عن عروبتك وكرديتك وتركمانيتك وسوريتك ودينك ومذهبك وما ما عاد تحكي لي. يعني متى يحضر الحديث عن هذه التفصيلات والتقسيمات والتنويعات؟ أثناء الغياب القسري. الغياب له سحره، التغييب، القسر، الإكراه، الإلغاء، الإنكار، هو اللي يكثر من الحديث عن الحالة السريانية وظهور أحزاب سريانية قومية، حالة كردية، ظهور أحزاب قومية كردية، حالة تركمانية، وهكذا وقص على ذلك. التغييب القسري، الإنكار، هو اللي بيخلي الناس تكتر وتشعر بالغبن والمظلومية والإجحاف، وأنه في هنالك خطر على حياته وخطر على مستقبله. للأسف لم تنتبه السلطة الجديدة. ينتقد، يعني أنا أحييك على هذا النفس النقدي للسلطة الجديدة في هذا الموضوع، لكن أختلف قليلا. للأسف لن تنتبه السلطة الجديدة إلى أهمية الصورة الأولى التي سيراها السوريون. طبعا في شيء من التكرار في الفكرة في أول احتكاك لهم معها، ولم يقدروا جيدا مدى تأثير هذا الظهور الأول على تحديد وجهة مزاجهم العام أو دوره في تحديد ما هو سوف يكون في بؤرة اهتماماتهم. ربما هو مقتبس، أنا نسخت المقال
وعدم الانتباه وعدم التنبه هذا قد لا يكون مقصودا. أتمنى أتمنى أنه ما يكون مقصودا أنا كمان يعني، قد لا يكون يعني، وقد يكون مقصودا كمان، وقد يكون مقصودا. وعدم التنبه هذا قد لا يكون مقصودا، ويمكن رده إلى ضغط اللحظة الأولى، يعني من باب التماس المبررات والتفسيرات والأعذار وكذا. مش مشكل. آه ضغط اللحظة الأولى ومفاجأة انهيار النظام السريعة غير المتوقعة. لكن كان يكفي من السلطة لكن كان يكفي من السلطة الجديدة أن تبادر سريعا فيما بعد القيام ببضع ممارسات، نعم، بسيطة، لكي تصحح توجه الاهتمام العام وتدفعه كله باتجاه تجاوز هذه التقسيمات. كلام سليم. ورغم مضي وقت على انطباع اللقاء الأول، لأننا ما زلنا اليوم بأمس الحاجة إلى تصحيح هذا الانطباع. طبعا المقال منشور بعد مضي شهر على سقوط النظام السوري. في حدا يمكن يقول موضوع شهر يعني وقت قصير آه، لتحقيق أو قبول ملاحظات الأستاذ بسام يوسف. ورغم مضي وقت على انطباع اللقاء الأول، إلا أننا ما نزال اليوم بأمس الحاجة إلى تصحيح هذا الانطباع وإعادة توجيهه. سليم، وأنا معك. وإعادة توجيه إلى التركيز على هويتنا كشعب واحد يسعى إلى مشروع دولة تحفظ حقوقه وكرامته. كلام سليم، كلام معقول، ما أقدرش أقول حاجة عنه. كان يكفي في البداية أن تتشكل الإدارة الجديدة على نحو آخر. نعم، نعم. لكن هنالك إمعان وتمادي في السلطة الحالية وفق يعني كمراقب. كان يكفي في البداية أن تتشكل الإدارة الجديدة على نحو آخر، أي متعددة الألوان. سليم. طبعا هذا الألوان اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على التقسيم، يعني اللي الأستاذ بسام بطريقة أو بأخرى نهى عن الموضوع يعني. لكن هو واقع أمامنا، لا مفر لا مهرب، وليس بلون واحد. أو أن يتوجه أحمد الشرع بصفته القائد العام في اليوم الثاني لسقوط عائلة الأسد برسالة إلى الشعب السوري يتحدث فيها تماما بما قاله ويقوله في لقاءات صحفية أو مع وفود. صحيح، يعني هو أنا شخصيا لحد الآن ما شفت هذا الخطاب الذي يتوجه فيه إلى الشعب السوري، وأن يؤجل كل ما من شأنه أن يعزز مخاوف السوريين من أبو محمد الجولاني ومن حضوره في ذاكرتهم بصفته قائدا للجبهة الإسلامية متطرفة مسجلة على قوائم الإرهاب ولها ارتكاباتها التي يعرفها السوريين. نعم، يعني نظام الحكم والإدارة الذي يعتد به أبو محمد الجولاني أحمد الشرع في تقديم وتصدير حكومة الإنقاذ، أنه لدينا خبرة. تتذكرون يعني اللقاء بينه وبين وزير رئيس الوزراء السوري السابق، وأنه لديهم تجربة حكومته وكوادره في نظام في الإدارة على يعني إدلب مش سوريا أستاذ أحمد الشرع يعني التنوع الموجود في إدلب ممكن يعني يشبه إلى حد ما التنوع آه، في سوريا، لكن ليست سوريا كلها يعني. سوريا أكثر تنوعا مما هو موجود في إدلب.
ونظام الحكم والإدارة لجبهة النصرة في إدلب لم يكن ناجحا. يعني ما نقول، يعني إذا لم يكن فاشلا لم يكن ناجحا كمان يعني. فلا تعتد بهذا أنت ستبني حكومة جديدة على أساس حكومتك في إمارة إدلب، ما بتزبط يعني. أنا معك، يعني أنا مع الأستاذ بسام يوسف في بسام بسام يوسف، إيه، مش باسم يوسف، بسام يوسف، أنا آسف. أنا معك في الملاحظات والانتقادات اللي أنت وجدت فيها الفقرة. وباختصار قبل وباختصار فإن الغموض الذي عاشه السوريون والمترافق بتصرفات غير مدروسة. يا سلام عليك، هذا هو النقد يعني. تصرفات غير مدروسة صدمت نسبة كبيرة من السوريين، كقضية المرأة أو تعديل المناهج، عززت من خوفهم المسبق، دفعت توجسهم إلى الواجهة. نعم، صحيح تماما، 1000%. 1000%. يعني طيب، إذا موضوع، يا أستاذ بسام يوسف، إذا في موضوع المرأة وموضوع مناهج التربية والتعليم معطوفا عليه منح الجنسية للعناصر الأجنبية المتطرفة وإبقائهم، أكيد هاي العناصر العسكرية المتطرفة ستدخل سلك الأمن والجيش بطريقة أو بأخرى، إعادة تسوية ملفاتهم. هذا معطوف على ما حضرتك ما ذكرته. إذا في هذه المسائل كان هنالك عناد وإصرار وتناحى من قبل الحكام الجدد، فكيف راح يكون الوضع فيما يتعلق بموضوع أكثر وطنية، أكثر ديمقراطية، يتعلق بكينونة المجتمع، بهوية الدولة. وأنا أقصد موضوع العنوان الرئيس لمقالك، الأقليات والضمانات والقصص هي كلها. كان من شأن تصرفات بسيطة في البداية، كان من شأن تصرفات بسيطة في البداية إذن أن تريحنا اليوم من كرة الثلج المسماة تطمين الأقليات وحماية حقوقهم. نعم، هذه الكرة ستتضخم، وأنا لا أتحمل المسؤولية، ما حدا يجي يحملني المسؤولية، لأنه شخص مغيب في السجون بحاجة إلى محامي يدافع عنه. شعب مغيب من الشراكة الوطنية بحاجة للدفاع عنه. أقلية دينية قومية مغيبة، هذا يعني بأنها مضطهدة. جانب، مش كل الاضطهاد تغييب، لكن التغييب جزء من الاضطهاد. الضعفاء بحاجة إلى من آه، يدافع عنهم، ومن يقف في وجه الأقوياء المتسلطين عليهم. أنا هكذا أفهم مسؤولية المثقف في الدفاع عن مظلومية الأفراد والجماعات، وأحاول قدر المستطاع أن أكون مدافعا عن الملفات هي. شوف أستاذ، مشان ما حدا يتهمني أنه أنا قومي ومتطرف، حتى من بعض الأخوة السريان في 2012 وهذا المقال موجود، أنا قلت أنا لم أكتب المجلس الوطني الكردي يمثلني وأنا كردي، ولم أقل أن المجلس الوطني السوري يمثلني وأنا سوري، ولم أقل الائتلاف يمثلني. لكن أنا كتبت في 2012 المنظمة الآثورية السريانية الديمقراطية تمثلني، والمقال موجود، وإذا بدك أبعث لك إياه. أنا بوصفي كردي، وهذا المقال طويته على الرغبة في طلب الانتساب إلى المنظمة الآثورية السريانية. شوف، وأعتقد أنه هي سابقة، أنه شخص كردي ومسلم يسعى ويريد علنا الانتساب إلى حزب قومي سرياني سوري ومسيحي، يعني علماني، ما نقول مسيحي يعني. أنا هذا سويته ب 2012 وأنا ما زلت عند هاي القناعات، وبل
عززت وصقلت. فعندما أدافع عن الأكراد بوصفهم شعبا أصيلا في الشرق الأوسط وأقلية قومية في سوريا، فما حدا اللي انفصالي انبطاحي انشكاحي امبريالي استعماري إسرائيلي صهيوني ساموراي ما بعرف يعني المهم من كل اللواحق هي يعني. فأنا معك في هذا الموضوع. وكرة الأقليات إذا سوف تكبر وستتحول من الطور الثلجي إلى طور آخر يعني. شو كمان بيقول وحماية حقوقهم، تطمين الأقليات وحماية حقوقهم التي تكبر وتكبر وتستغل من أطراف كثيرة داخلية وخارجية تجد مصلحة لها في استعمال ورقة الأقليات. نعم، كسيف مسلط فوق رقبة الانتقال السياسي الحاصل في سوريا اليوم. ورغم كل ما حصل فإن إيقاف كرة الثلج هذه تصغيرها لا يحتاج إلى عناء كثير حتى الآن. والله أنت بتتكلم كلام زي الفل صحيح، وأنا معك، لا يحتاج إلى كل هالتعقيدات والكذا والقصص هي. بعيدا عن الوقائع اليومية وبعيدا عن دجل المجتمع الدولي وبحقوق الأقليات وبحقوق الإنسان، فإنه من الضروري التذكير بجملة حقائق أساسية لا يغير منها تصرف هذا وذاك ولا تلغيها سلطة أو تدخل خارجي. وهي باختصار شديد لا بده يذكر بعيدا عن كل ما قيل. طبعا أنا مش معك في مسألة يعني المجتمع الدولي والمجتمع الأوروبي والقصص هي وحقوق الأفراد وحقوق الجماعات والطعن والشيطنة. أنا مش مع هذا الخطاب. هذا خطاب إسلامي على يساري ويعني ما بينهما يعني. أنا يعني بعيد عن التعامل. لا، هنالك الكثير ما يمكن أن نسجله على الغرب وتعامله في موضوع الأقليات، في موضوع التجربة السورية والتراجيديا السورية. لكن أنا لا يصل بي المقام إلى يعني أنه الغرب كذا كذا. المهم نأتي إلى ملاحظات الأستاذ بسام. إذا كان هنالك من خطر يهدد الأقليات فإن مرده ليس السنة. نعم، في سوريا، وإنما مرده لمحاولات الاستثمار السياسي من أطراف خارجية وداخلية، وأنه محاولات تشويه السنة وتصويرهم على أنهم حاضنة تطرف يهدد وجود الأقليات، وبالتالي وضعهم في مواجهة مع باقي السوريين هو فعل عداء عن كونه غير أخلاقي وباطلا ويناقض حقائق التاريخ المعاش. فإنه يريد أولا امتطاء الأقليات ووضعها في اصطفاف ليس في مصلحتها ولا مصلحة سوريا. كلام سليم، أنا معك. نعم، يعني أنا كنت بالضد من شيطنة العلويين وبالضد من شيطنة الأكراد، والتعميم تحكيم ما يصير يعني نعمم. لكن التنويعات السنية الموجودة، جماعة الإخوان المسلمين الحاضنة تبعيتهم هن سنة. أنت بحياتك شفت يعني مسيحي داعم لحركة الإخوان المسلمين إلا لغايات وأغراض سياسية؟ ما فيه. هاي التنويعات الأخرى المسلحة جبهة النصرة الحاضنة تبعيتهم بشكل أو يشكلون جزء من السنة. المرجعية العقائدية الدينية هو الإسلام، وداخل الإسلام المذهب السني، وداخل المذهب السني الحنبلي، وداخل الحنبلي مرجعية ابن تيمية، وداخل ابن تيمية كتابات ومراجعات سيد قطب تعب أحلى يعني وفق
وأنت باحث. عقل سياسي إذا استلم السلطة في سوريا وسعى إلى تنميط، وامتلك الإعلام والاقتصاد وكل شيء يعني، وسعى إلى تنميط البلد وفق هذا العقل السياسي يعني اللي بيستند بطريقة أو بأخرى على قاعدة سنية. أنت لا تشيطن السنة، لكن مثلما تنتقد تصدير النظام السوري على أنه راعي لمصالح وحياة ومستقبل العلويين، ينبغي علينا أن ننتقد أي تنظيم إسلامي سياسي استثماره لمظالم السنة، تغييب السنة، اضطهاد السنة كمنصة للوصول إلى السلطة. وأنت تعرف من أعني بذلك. شوف، كل تنظيمات الإسلام السياسي كلها، من داعش للنصرة للإخوان للجهاد، كل هذه التنظيمات تستند على يعني الحاكمية ومطلوبية السنة والجاهلية التي تجدد نفسها في الواقع الإسلامي وقضايا التكفير. أدلوني بك يعني، هل بيئات السياسية، بيئات الإسلام السياسي بطريقة أو بأخرى بتكفر المسلمين؟ عندما أتحدث عن إسلام سياسي أتحدث عن إسلام سياسي شيعي وإسلام سياسي سني. لكن لأنه أنت حكيت عن السنة، فقولا واحدا أنا ضد شيطنة السنة، لكن أنا مع انتقاد التيارات الإسلامية التي تتاجر باسم السنة مثلما تاجر نظام الأسد باسم العلويين. وأتمنى أن يكون كلامي واضحا، ولا تصنفني عندما أنتقد. أنت أيضا عندما تسجل ملاحظات على أداء الحكومة الحالية، فأنت تنتقد الحكومة الحالية اللي هي بوصفها تعبير من تعبيرات الإسلام السياسي السني. أنت لا تنتقد السنة. يطلع لك واحد هلا بيقول لك أحمد كامل مثلا، إيه يا بسام يوسف أنت تسجل هذه الملاحظات مثلا يعني بوصفك كرديا، أو بوصفك علويا، أو بوصفك مسيحيا، أو بوصفك علمانيا. بده يلاقي لك حجة مشان يطعن في الملاحظات التي أنت سجلتها حتى الآن على أداء الحكومة الحالية وأحمد الشرع و وهيئة تحرير الشام، اللي أتمنى يعني ما تتحول إلى هيئة تحريم الشام مثل ما قرأت على مواقع التواصل الاجتماعي. أحدهم كتب يعني شيئا ساخرا من هذا القبيل، وبالفعل يعني آمل من هيئة تحرير الشام عندما أن تحل نفسها قلبا وقالبا وتندمج ضمن الجسد الوطني السوري، ولا تفرض هالمنظومة القيمية السياسية على المجتمع السوري، والموضوع ما يكون يعني دولة الخلافة بطريقة أو بأخرى يعني. النقطة الأخرى التي يريد أن حماية الأقليات ومصلحتها في سوريا لا يمكن أن يتحقق عبر تحجيم السنة. نعم، نعم، وتقييدهم، والعكس الصحيح تماما كمان. نعم، فإن ضمانة سوريا الدولة العادلة المتساوية وضمانة استقرارها ومدنيتها لا يمكن أن يكون ما لم ينهض به السنة. السنة شركاء صلاح، والسنة بالفعل هم أغلبية وهم الأكثرية. ومن منطق العدالة أساس الملك. الآن السنة هم السلطة وهم الحاكمية، أن يحترموا هذه الأقليات. يعني السنة ما تخاف من الأقليات، اللي إذا في شوية توجس ومخاوف عند الأقليات فهذا طبيعي. بس السنة مش شو بيخافوا من الأقلية، يخافوا من الأقليات أنه ينقلبوا على السنة؟ لا. يعني وموضوع يعني هذا هي القصة، عملية الخلط ما بين
انك تنتقد مثلا البخاري بيكفروك انه انت تنتقد محمد النبي، تنتقد القرآن، تنتقد يعني الإسلام وتصع إلى انهيار الإسلام، تنتقد جبهة النصرة في كثير من الدعايات اللي أثناء الانتخابات. يعني كثير شخصيات دينية متطرفة. مسألة التصويت لأردوغان أنه أنت تصوت للإسلام، وأنت يلي بتصوت للعلمانيين بتصوت للكفر والفسق والفجور والقصص هي. أشوف هاي البلد لن تقوم لها قائمة إلا على كل هذه الأركان. الأقلية القومية لو كان عدد أفرادها 10 أشخاص هم ركن أساسي ورئيسي في هالبلد. الأقلية الدينية إذا كان عدد أفرادها والمؤمنين بها بالعقيدة الدينية 10 أشخاص هم ركن أساسي واستراتيجي في بناء هذه الدولة، دولة الوطنية على هذه الدعام، على هذه الأركان، هي اللي ممكن يعني أن تقيم لسوريا المستقبل قوائم ودعائم قوية ومتينة ووطنية. لا يعني ضد شيطنة السنة وضد شيطنة الأقليات من قبل السنة، ومن قبل بعض أبناء الأقليات يقدمون أوراق اعتماد لدى السنة. الكثير من أبناء الأقليات القومية والدينية مثلا أكراد انتسبوا لحزب قومي والبعث، مش حزب قومي، قليلة من الأكراد انتسبوا للأحزاب الناصرية، انتسبوا للحزب الشيوعي مؤسسة، وأغلب قيادات الحزب الشيوعي الرشواني وبغداش كانوا أكراد أصولهم كردية. أما حزب البعث كان معروف ليش السرياني بينتسب لحزب البعث. وفي من السريان أنا بعرف أنه كان في الحزب البعث وكان في الأحزاب القومية السرية السريانية، اثنين هون وهون. بس ما في في الأحزاب الكردية واحد بعثي ينتمي إلى حزب البعث وينتمي إلى حزب كردي. أنا ما شفت، ربما يكون موجود، أنا ما بعرف يعني. ف كمان موضوع أنه ضد شيطنة السنة وضد التقليل من وزنهم ومن شأنهم والتخويف منهم، لكن كمان والعكس صحيح، والعكس كمان صحيح، وأنا معك في هذا النقطة. ورغم الظلم والحيف والقتل والتجويع والتهجير الذي لحق بالسنة، أنت كان بإمكانك يعني تعنون يعني طالما أنه التركيز على موضوع السنة يعني في هالموضوع أنه يعني دفاعا عن السنة. السنة مش بحاجة للدفاع عنهم، لا مني ولا منك، مش مشكل. هي كملاحظة يعني أنه أنت ركزت كثير على موضوع السنة، يعني ما يعني أكثر كلامك صار الآن مركز على السنة، ويفترض أنه يكون على موضوع الأقليات. رغم كل الظلم والحيف والقتل والتجويع والتهجير الذي لحق بالسنة على نحو أشد بكثير مما لا لحق بباقي تقسيمات المجتمع السوري، فإنهم أكثر من سيتحمل عبء قيام سوريا، وهم سيكونون بالضرورة الركيزة الأساسية للمشروع الوطني الذي تحتاجه سوريا اليوم. نعم أنا معك، مسؤولية كبيرة، مسؤولية أن لا يتحول الضحية إلى جلاد. هي أنا يعني عطفا على هذه الفكرة، السنة الذي كانوا مقموعين وبيحكوا وبيشكوا وبيبكوا من النظام الأقلوي العلوي، كلامهم كان صحيح بطريقة أو بأخرى، بمستوى أو بآخر، كانوا بيشكوا. الآن هم في السلطة، ما يتحول الضحية إلى جلاد في تعامله مع البيئة العلوية، البيئة الكردية، البيئة السريانية، البيئة المسيحية، ما يتحول. هاد كمان أنا أضيف وأعطف على ما تفضلت به. إذا كانت السلطة القائمة اليوم مطالبة بإجراءات ضرورية، نعم، مش إذا أداة شرطية جازمة أو غير جازمة، إذا
لا بدون إذا السلطة عفوا يعني إذا كانت السلطة القائمة اليوم مطالبة بإجراءات ضرورية على الأرض وبخطاب معلن وشفاف يعلن آه، يعلي من الهوية السورية الجامعة فوق كل الهويات قولا وفعلا، ويطمئن كل السوريين على تعدد تسمياتهم، فإنما هو مطلوب من الأقليات. شو المطلوب؟ ليس أقل أهمية، نعم، وهو ما سوف يسهم كثيرا في قيام سوريا ويعزز من قدراتها على تجاوز كل التركة الثقيلة التي خلقها حكم عائلة الأسد. ولعل أهم ما يتوجب عليها الأقليات القيام به. شو لازم نسوي أو شو لازم تسوي الأقليات؟ الاعتراف بكل المظالم التي تعرض لها السوريون والإقرار بحق من ظلموا بمحاسبة المجرمين والمساعدة على ذلك. فالعدالة بوابة الدولة القادمة. أتمنى أن العدالة تكون بوابة ونافذة وسقف الدولة القادمة. وهذا يعني أنا معك، يعني المجرمين أو المتورطين حاول النظام السوري بطريقة أو بأخرى توريط الأقليات، مثل ما ورط العلويين، ورط الدروز، وورط الأكراد، وورط السريان، وورط كل هالتنويعات هي. هنالك من الأقليات من تورطوا مع النظام السوري في جرائم هذا النظام، ينبغي محاسبة وما يحظوا بحماية. يعني الإخوة العلويين ما يحموا الضباط المجرمين، الأكراد ما يحموا المجرمين يعني اللي كانوا مع النظام السوري، السريان ما يحموا المجرمين اللي كانوا مع النظام السوري من السريان، وهكذا. هذا السعي الوطني نحو العدالة عبر تقديم المجرمين للمحاكمة من قبل البيئات التي ينتمي إليها هؤلاء المجرمون. أنا معك تماما. الانخراط بفعالية في صياغة وحماية المشروع الوطني بدلالة سوريا الواحدة، سوريا التي تعلو فوق كل اعتبارات الطوائف وكل التصنيفات، وترفض المحاصصة وتعتبر الدولة والقانون وسوريا. شوف هذا الكلام العام والكلام الوطني، هذه مرحلة مستقبلية. سوريا كذا كذا كذا، وسوريا ما بعد الطوائف، وسوريا تتجاوز هذه التقسيمات. سوريا هذه الأمور ينبغي الإقرار والاعتراف بها مشان نتجاوزها. أنا ذكرت في مستهل التعليق على هذا المقال، الموضوع مش هيك، الموضوع مش وضع العربة أمام الحصان، لا، السير نحو هذه المرحلة. هذه مرحلة متقدمة. أنت ما فينا ننكر هذا التنوع الموجود في تركيا، هذا التنوع الموجود في العراق، في لبنان، اللي بيشبه الواقع السوري والواقع اللبناني. مش لأنه الطوائف والتنوع القومي سمم هذا الواقع، لا لا لا، ولا الأجنبي. التدخلات الإقليمية البعثية من قبل نظام حافظ الأسد، الإيرانية من قبل الخميني، هي اللي سممت الواقع اللبناني. مش لأنه الواقع اللبناني هذا التنوع ولا يمكن إدارته، لا يمكن. طالما هنالك تنوع في سويسرا جرى إدارته منذ قرنين وأكثر، طالما هنالك تنوع في بلجيكا جرى إدارته منذ قرنين وأكثر. فبكل تأكيد هنالك قدرة وطاقة ووعي وعقلية ممكن إدارة التنوع والاختلاف مع الإقرار والاعتراف به وصون هذا الواقع في سوريا أيضا. نحن مش نية على الخليقة أستاذ بسام. والانخراط بفعالية، يعني طيب كيف الانخراط بالفعالية؟ إذا أنت شفت المقدمة، يعني جبهة النصرة اعتمدت على كوادرها وكفاءتها فيما يتعلق بإدارة المرحلة الانتقالية، وأنا قلت ستمتد. الآن
يعني أنا في مقالات سابقة حذرت وخوفت من أنه المدة الزمنية لهذه الحكومة قد، يعني محددين مارس آذار، يعني أنا أعتقد أنه راح يمددوا مثل ما مؤتمر الحوار الوطني تمدد. شوف المؤتمر الحوار الوطني، النسبة، الدعوات، الأشخاص، اللي هو اسمه مؤتمر حوار وطني، لكن ينبغي أن يكون قائما على الاختلاف والتنوع. مش الاختلاف والتنوع شكلي، يعني ممكن تجيب لك واحد مسيحي بيدافع عن جبهة النصرة أكثر من الجولاني، هذا مش اسمه تنوع. بنجيب جورج نصرة على أساس أنه مثلا هو علماني ويساري، إيه هذا عنده سوابق في الدفاع عن جبهة النصرة، ما عنده مشكلة. يعني هذا مش تنوع، تنوع حقيقي، تنوع على قاعدة الاختلاف. ما بيصير يعني الدعوات توجه هكذا والموضوع يكون مسرحية، انه 1000 شخص، 2000 شخص، 5000 شخص، وكلهم بيدرغلوا ويبلبلوا ويبربروا نفس الكلام، ما حدا يقدم لك فكرة مختلفة، ما حدا يقدم طرح مختلف. يعني الكل يحاول انه اوركسترا واسمه مؤتمر حوار وطني. هذا ما بيصير مؤتمر حوار وطني. بتجيب كمال اللبواني اللي بيكره الأكراد كره العمى، وبيكره العلويين كره العمى، وبتسميها، وهذا شو راح يعني يعطي قيمة مضافة لهذا الحوار الوطني بوصفه مثلا لنفترض سنيا أو عربيا؟ ما بتزبط هيك. انت بدك تعمل حوار وطني، بتجيب ناس بالفعل عندهم وعي وطني ولكن مختلفين، بيحبوا هذا البلد، مش على طريقة مين، أحمد كامل وكمال اللوبواني و والأشخاص، ولا على طريقة سمير متيني وكابان وما بعرف مين من الأكراد، ومين كمان على يعني من الوسط المسيحي ما بعرف. يعني بتجيب ناس بالفعل يكونوا قيمة مضافة لهذا تستفيد من الأفكار، من الملاحظات، مش يعني هيك عملية انه هي عملنا مؤتمر وطني وبيرفعوا ايدهم والكل بيرفعوا مثل شو اسمه هذا اللي كان نايم وبيرفع ايده في برلمان الاسد. يعني مش مثل مؤتمر الحمار الوطني، انا اسف، الحوار الوطني اللي سواه نظام الاسد وجاب فاروق الشرع. يعني مؤتمر الحوار الوطني تبع أحمد الشرع ما يكون مثل مؤتمر الحوار الوطني تبع فاروق الشرع اللي كان ب 2011 مدري 2012 ما عاد اتذكر. الرد على الدعوات الداخلية والخارجية التي تحاول التدخل في شأن الداخلي السوري عبر تصنيف السوريين كأقليات وأكثرية، فمن يحمي السوريين هو أخوتهم السوريون، ومن يضمن حقوقهم هي الدولة السورية. طيب إذا الأخوة السوريين ما حموا حقوقهم، وإذا الدولة السورية ما حمت حقوقهم، مين راح يجي يحمي حقوقهم؟ هات أنت قل لي. يعني لازم السوريين يردوا على تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أو وزير الخارجية الفرنسي لحتى يبينوا أنه هن وطنيين؟ شو الكلام هاي؟ اسمح لي يعني هذه التصريحات لا تعتبر تدخلا سافرا في الشؤون السورية. نحن لما ننتقد اضطهاد المسلمين في الصين أو كذا، هذا ليس تدخلا في الشأن الصيني. عندما يعني واحد يسجل ملاحظات وكذا، دعوات الخارجية والداخلية أنه تطمين الأقليات طبعا السوريين أنفسهم هم القادرين على حل قضاياهم الداخلية بأنفسهم، ما ينتظروا بس الآخرين. لكن يعني إذا حاول السوريين شيطنة موضوع الأقليات، ومنهم من يتبرأ، يعني بيقدم نفسه، بيصدر نفسه على أنه وطني فوق العادة، أنه شو أقليات يعني ما بعرف شو كذا، ما بتزبط هيك. وهذا الرياء أنا بعرف يعني.
أنا بعرف إنه ناس يعني أكراد كرد وسريان، وبيجي بيحكي لك عن الوطنية من هون لسابع سماء، لكنه على في الصعيد الداخلي، وأنا مش كلام على النوايا، لا أنا بعرف يعني من خلال الاحتكاك بالبشر بعرف إنه يعني ما بيستلطف شيء اسمه كردي في مناطق الجزيرة. إذا ما بيكره ما بيستلطف. ومثلا عنده موقف، يعني هو علماني بس هو عنده موقف من الدين الإسلامي بيحكيه في الجلسات الخاصة. هل مسألة التقية والتورية موجودة عند الأكراد، عند السريان، حتى عند العرب يعني، وعند العلمانيين كمان. أنا بعرف ناس علمانيين أو موجودين على مقاعد العلمانيين مستعد إنه يكونوا إنه مجرد واجهة وديكور عند التيارات الإسلامية، وإنه شوفوا ما أحلانا، هاي في عندنا واحد علماني اسمه كذا مثلا. النقطة الثالثة، آه، المطالبة برفع العقوبات عن سوريا، فالسبب الذي فرضت بحجته لم يعد قائما، وسوريا المدمرة تح- تحتاج إلى رفع العقوبات كي تخرج. نعم، كلنا بنطالب برفع هذه العقوبات. هذه العقوبات ينبغي عندما ترفع أن يكون هنالك شيء جديد مختلف عن دولة البعث والأسد، شيء بالفعل جديد. هل دولة البعث والأسد سقطت شكلا، لكن إذا يعني يصار إلى إعادة تدوير دولة البعث الأسد بطريقة أخرى، ويعني كل الملفات العالقة أو أغلب الملفات العالقة على زمن دولة البعث الأسد جرى، يعني اللي صار تجاهلها. الدولة الجديدة أيضا تستكمل عملية التجاهل أو التلاعب. هذا سامحني يعني ما تغير شيء. استبدلنا طاغية بطاغية، نظام فاشي بنظام فاشي، نظام أقلية بنظام أكثرية، ما تغير شيء. أنا هذا ما أخشى. هنالك تفاؤل مشوب بالحذر، وهنالك تشاؤم مدعوم بسند. حاصل جمع بين اثنين متشائل. أنت بإمكانك اعتباري متشائلا، يعني أنا ما فيني أعطي فيض يعني يعني شيطان كل شيء وأتعامل بسلبية وكذا، لكن لا يمكنني أن أغض الطرف وكلام مجاملات وكذا. لا، أنا وظيفتي كمثقف أن أحذر، أن أنبه، مش بس أبناء الأقليات، لا، السلطة. مثل نفس هذا المقال تبعك، أنه هذه السلطة في بداياتها وكذا سقطت في بعض الأخطاء والهفوات، وكان بإمكانها تلافي الأمر. لكن أنا بنسبة شوي أكثر منك أستاذ بسام في هذا المقال. أنا أكثر أو هكذا أظن نفسي، أنه أحذر من مغبة التمادي وممارسة التقية والعمل بمنطق تمسكن حتى تمكنوا وبعدين أطاع. شوف الدولة الدينية، أنا ذكرت في فيديوهات سابقة، يعني الدولة الدينية على مستوى الفاتيكان أنت مطلع أكثر مني على المشاكل وحالات الفساد اللي صارت. هذه الدولة طورت نفسها أو حاولت عفوا أن تطور نفسها. الدولة الدينية فشلت إسلاميا. يعني هدلون اللي بيحكوا، وأحيانا الناس بتقلي إنه أنت ليش ما حكيت حول هذا الموضوع، ليش ما حكيت، تعطيني يعني مقترحات. يعني سحر السلطة أو فخ السلطة يزيل عن العقائد
سحر الأيديولوجيا. فخ السلطة يزيل عن العقائد والمنظمات العقائدية سحر الأيديولوجيا وسحر المعارضة. المعارضة أيضا لها سحر بوصفها مناهضة الظلم والظالمين، لكن عندما تصل إلى السلطة بتكون تلك العقائد وتلك النظريات وتلك المبادئ على المحك، وتسقط كثير من المبادئ على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات، أيضا الجماعات السياسية أقصد، في فخ السلطة. أكتفي بهذا القدر، وآسف على الإطالة، ونختلف، والاختلاف في الرأي أستاذ بسام لا يفسد أبدا للود والاحترام قضية. دمتم بخير.